اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله مع بعض في فيديو جديد. هنشوف كده، احنا عارفين طبعا ان البيض غالي جدا. هنشوف هنعمل ايه في البيض ده دلوقتي. بس بعد ما نحط اللايك للفيديو ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا البيض غالي جدا يا جماعة، واحنا عارفين ان احنا لازم كل حاجة بقى تاخد حقها، وما ينفعش ان احنا نهدر في البيض بتاعنا او القشرة تطلع تتفصل عن البياض او اي حاجة. طبعا في حاجات كده يعني تعمليها للبيض ان شاء الله يطلع معاكي القشرة سليمة وبسرعة جدا. تطلعي القشرة بتاعة البيض وما يتفصلش عن البياض بتاعه. بس هنشوف دلوقتي الطريقة ان شاء الله. انا عندي البيض اهو وغسلاه كويس قوي، طبعا مش بيض دكاكين ولا حاجه، ده بيض فلاحي. للناس اللي بتعرف البيض الفلاحي ده يا جماعه هو افيد واحسن من البيض الكراتين. احلى كتير يعني. بس برضو البيض نفس النتيجه، وممكن تعملي الفيديو ده برضو البيض الكراتين نفس الفكره يعني. انا معايا ليمونه قسمتها نصين، ومعايا شويه ملح خشن، ومعايا البيض غسلته كويس قوي. هحط كده شويه ميه سخنين على النار، وهنشوف هنعمل ايه في البيض دلوقتي. اول الميه بتاعتي ما بتبدا تغلي انا هضيف البيض بقى في الميه. البيض ده انا هسلقه بس بطريقه حلوه. ما تخليش مثلا البيضه تفرقع منك او تطلعي مثلا القشره. نص البيضه في القشره والكلام ده كله. انت هتطلعي البيضه سليمه حلوه كده. وكمان هتضمني ان البيض بتاعك ما يبقاش فيه زفاره ولا اي حاجه. انا بعد ما غليت الميه حطيت البيض، ما ينفعش تحط البيض مع الميه. عشان خاطر ما ينفعش نحط البيض في الماء الباردة على طول، علشان ما يفرقعش او يتكسر او يبقى عامل كده زي ما بنشوفه ساعات. ممكن البيض يبقى طالع كده او البياض يبقى طالع من البيضة. فانا خلاص حطيت كده الملح والليمون وحطيت البيض. الليمونة دي يا جماعة بتمنع زفارة البيض، وكمان بتضمن ان المية بتاعة البيض اللي بتغلي فيه تبقى نظيفة كده وريحتها كده ليمون وحلوة. بعد كده هسيبه يغلي غلوة او لحد البيض بقى ما يتسلق معانا ان شاء الله. هسيبه كده يغلي غلوة ان شاء الله، يعني على بال كده ما يتسلق باذن الله. بعد البيض بتاعي ما يغلي بقى ويتسلق معانا. هوريكم هنعمل فيه ايه دلوقتي ان شاء الله، علشان نضمن ان القشرة تطلع بسرعة، وكمان تطلعي البيضة سليمة زي الفل. من غير تعب ومجهود، ومن غير ما تشيل القشرة كلها في بياضة البيض. علشان خاطر طبعا ما ينفعش ان احنا نبوظ حاجة. هغطي عليه كده علشان نسرع حكاية الغليان. بعد البيض بتاعي ما غلى زي ما انتوا شايفين اهو اتسلق، طالع معانا زي الفل اهو، بسم الله ما شاء الله. هاتي بقى علبة تكون محكمة الغلق، او يكون غطاها منها فيها كده زي ما انا جايبة. اي علبة عندك طبعا من العلب البلاستيك، وهتحطي فيها البيض. وهترجي كده العلبة مرتين 3. شايفين اهي. بعد ما رجيتها كده البيض اتفرفش كده فيها، يعني عشان خاطر القشرة بقى تطلع معانا بسهولة. شايفين الحركة دي سهلت لي التقشير. شايفين القشرة بسم الله ما شاء الله طلعت مرة واحدة، يعني ما لحقتش حتى امسكها. فجربوا بقى الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. ما عملتش اي حاجة غير اني رجيت العلبة شوية بالبيض كده وهو سخن، فالقشرة كده فرفشت. تشيليها بقى بكل سهولة زي انا ما بشيلها كده. شايفين القشرة ما خدتش ثواني، البيض سخن جدا اهو. بس انا بشيل القشرة في ثانية، ما بتكملش الثانية، كمان بتكون القشر مفصول. ليه بقى؟ علشان خاطر احنا حطيناه كده في العلبة اهو، زي ما انتوا شايفين كده القشرة طلعت معانا بكل سهولة، والبيض بتاعنا طلع سليم اهو زي الفل اهو. هنعمل تاني الحركة هوريها لكم تاني. هنحط البيض كده في العلبة، وكمان هنرجه رجة كده سريعة، وبعد كده هنطلع القشرة بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده، ما تاخدش ثانية.
بسم الله ما شاء الله. البيض بيتقشر معانا بكل سهولة، شايفين بيبرق وجميل ازاي، زي الفل اهو. بترج العلبة كده وبتاخدي البيضة بكل سهولة جدا تقشريها، بتكون معانا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو النهارده يعجبكم، والطريقه تكون سهله ومفيده باذن الله، والفيديو ده يكون مفيد. واشكركم جدا على حسن المتابعه. واتمنى من كل مش مشترك عندي في القناه اسرار الطبخ مع رحمه يا ريت يشترك ويفعل الرنه علشان يوصلكم مني كل جديد، واسيبكم في امان الله.